تخيل معايا كده ان ربنا رزقك بطفل وكبر في حضنك انت ومامته لمده سنتين او ثلاثه، وبعد كده اكتشفت بالصدفه انه مش ابنك، واتبدل بالغلط بطفل تاني في المستشفى اللي هو اتولد فيه، وابنك الحقيقي هو مع اب وام تانيين لا انت تعرفهم ولا تعرف عن ابنك حاجه ولا هو اصلا يعرف. تفتكر ساعتها هتحب تحتفظ بابنك اللي ربيته ولا هتحب ترجع ابنك اللي انت خلفته؟ القصه دي حصلت فعلا في فبراير 1989 في مستشفى جوهانسبرج، لما اتنين ستات ولدوا ولدين في نفس الوقت، روبن وجافن. وبرغم ان هم دول الولدين او الطفلين اللي اتولدوا في نفس اليوم هم الاثنين بس، الا ان الممرضه بدلت الاساور بتاعتهم اللي هي عليها اساميهم وبياناتهم بالغلط، وترتب على ده ان كل ام وهي خارجه من المستشفى خدت ابن غير ابنها. روبن راح مع ساندي وجافن راح مع ميج، والموضوع ده اتعرف لما واحد من اختبارات الدي ان ايه بعد سنتين اتعمل لطفل فيهم وكشف ان مش ده الطفل الصح الام، وفضلت العيله دي تنخرب ورا الموضوع لحد ما العيلتين وصلوا لبعض. في لقاء تسجيلي مع ميج قالت طبعا ان الخبر لما سمعته كان صدمه بالنسبه لها، ولكن ما فكرتش اللحظه ان هي تغير ابنها الجميل اللي اتربى في حضنها لمده سنتين. بس مع الوقت الفضول خلاها تحب تبقى عارفه مين هو ابنها الحقيقي، وفي الوقت ده كان لازم الاثنين ياخدوا قرار هيحتفظوا باولادهم دلوقتي ولا هيبدلوا اولادهم الحقيقيين. وكان قرار ساندي وميك في الوقت ده ان هم مش هيبدلوا اولادهم، كل واحده هتحتفظ بابن الثانيه اللي هو بقى ابنها بالربايه، لدرجه ان هم بيقولوا في اللقاء التسجيلي بتاعهم ان من كتر ما القرار كان صعب وغريب اهلهم واصحابهم ما كانوش قادرين يقولوا لهم اصلا راي في الموضوع ده. وبكده يبقى روبن وجافن الولدين نشأوا واتربوا في بيئتين مختلفتين تماما، كل واحد بعيد عن الثاني بمسافه حوالي 500 كيلومتر. روبن نشأ واتربى مع ام من غير اب في بيت بسيط بيكافح عشان يأمن لقمه عيشه اول باول، وجافن عايش الحياه بتاعت روبن اللي هو كان المفروض يعيشها، عايش حياه كويسه مرفهه مع امه ميج وجوزها الجديد. في الفيلم التسجيلي بتاعهم زي ما هتشوف الولدين عارفين وبيتقابلوا في الاجازات مع العيلتين وبيتعاملوا كانهم زي الاخوات بالظبط، والحلو في الموضوع ان هم متفاهمين الوضع وقابلين بيه برغم ان ظروفهم مختلفه تماما عن بعض. هسيب لك لينك الفيلم التسجيلي بتاعهم لو انت انترستد بالموضوع تروح تشوفه، واكتب لي في الكومنتس لو انت اللي في الموقف ده كان هيبقى رد فعلك ايه او ممكن تتصرف ازاي.